رجعنا لكم مرة تانية مع كل مشاهدينا، وضيفنا اللي منورنا النهاردة في استوديو الهواء الأستاذ دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. برحب بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا بيكم بالساده المشاهدين. الغضب يعملوا لي مشاكل كثيره جدا. يبقى واحد، يبقى خلي بالكم ان ممكن كلمه سيئه تعمل لي مشكله وتخلي واحد الازمات في الاسره، ازمات الاسره معناها ان في النزاعات الاسريه. انت قلت الاطفال احيانا، قلت لنا في الاول الاطفال ممكن لو شافوا باباهم ومامتهم بيتخانقوا ممكن يحصل لهم ازمه. ده مش بس كده، ده الاطفال اللي في المستشفيات اللي عندهم ازمات صعبه العلاج بيبقى في الغالب ابوه كان مزعل امه، ابوه زعلان من امه، ابوه سايب امه، منفصلين، كل واحد قاعد مع جوز امه ومع مش عارف ايه مع مرات ابوه وهكذا. او كمان بيبقى في كمان بنلاحظ ان اللي بيطول في الاستجابه في العلاج ومش عايز كده، بتلاقي فيه تعملوا تحليل تلاقي عنده بقايا ودلائل ان هو كان مدخن سلبي. ما كنتش اعرف بقى ده، لا ده دم وبول وفي والتوتر بتاع الاسره، النزاعات الاسريه، الزوج متخانق مع زوجته فبيقعد يدخن اكتر، هي زعلانه منه بتقعد وهكذا. يبقى ده بيزود التدخين كمان. والتدخين، واحد قال تدخين بحييها، بس برضو عايز اقول حاجه ثانيه. الاكلات بتاعتنا اختلفت تماما. في اكلات مفيده جدا لمرضى الجهاز التنفسي ومرضى الصدر، تتربى على عرشها كل حاجه ورق. مين في دول كالجرجير، مين في كالفج، مين يعرف الجعضيد، مين يعرف البقدونس، مين يعرف الحاجات اللي فيها ورق. يعني دي حاجات تعتبر موسعات للشعر، دي فيها بيبقى فيها حمض الفوليك وفيها مركبات فايتو وفيها فيتامينات وفيها مضادات اكسده، تبقى هامه جدا للجهاز التنفسي، ومش هتعالج ولكن بتحسن من الحاله المناعيه والحاله التحسسيه. يبقى انا دلوقتي لو عندي حساسيه بس ما يكونش عندي حساسيه للماده دي، ما يكونش عندي حساسيه مثل الجرجير، تاكل الجرجير فيه مواد وفيه مركبات كثيره ومركبات فايتو والفينويدات، المجموعه دي كلها فعلا بتحسن الحاله بتاعتهم وتلاقيه افضل من اللي ما بياكلش. بياخد مصروف بيصرف بيه ايه؟ بيبتدي يجيب حاجات غريبه فيها مكسبات طعم والوان ورائحه وحاجات الوان صناعيه، دول كلهم واللي بيسمع كلام يقول لك فعلا اما منعت الولد بالمصروف، اما انا اديله الاكل اللي كان بياكله. اما وصلت المدرسه، مدارس كتيره استجابت ليا وانا عارفها، مدارس لغت الكانتين ملغي. اغلب المدارس دلوقتي اللي انا اديت فيها محاضرات تم الغاء الكانتين، دول انا بحييهم. وابتدى يقول لك يا دكتور بطل عندنا الازمات قلت، يا دكتور ما عادش حد بيشتكي زي زمان، ما عادش حد بيغيب زمان، حتى العنف في البريك في الفسحه قل. يبقى كلامنا صح، يبقى احنا هننجح ان شاء الله، بس نفهم الناس كل اكل طبيعي على قدر الامكان، وخليك واعي وشوف انت الاكل الطبيعي اللي بيضرك ولا لا. والله اذا اكلت الجرجير وتعبك وقف، اذا اكلت الموز تعبك وقف، ولكن ده مش هيخليني امنع الحاجات الثانيه المفيده. طب